بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله، نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وهنعمل مع بعض النهاردة أكتر سلطة بيحبوها الولاد، بنات وشباب. دايما سلطة تشيتوس أكتر سلطة بيطلبوها دايما وبيحبوها قوي. هنعملها لهم النهاردة بطريقة سهلة وجميلة جدا ومبسطة. بعد كده هم يريحوكي ويجيبوا كل مكوناتها ويعملوها في البيت. يلا بينا نشوف سلطة تشيتوس مع بعض بتفاصيلها. بسم الله. عندي اول حاجه هعمل الدريسنج. عندي كوبايه زبادي اللي بستخدمها دلوقتي يوناني. تقدري تستخدمي اي نوع تحبيه، لكن انا بحس ان الزبادي اليوناني بتكون خفيفه جدا ولذيذه في اي حاجه بتتضرب، بتكون كريميه كده وجميله. بعد كده عندي المايونيز، مهم جدا يكون كمان نوع نضيف. اضيف حوالي 3 معالق كبار على الزبادي من المايونيز. بعد كده معايا صوص الرانش، متاح دلوقتي في كل السوبر ماركت، او تقدري تعمليه عندك في البيت وتخزنيه. لكن اللي بيكون جاي من السوبر ماركت بيكون فترة تخزينه بتبقى مسموح انها تكون اطول، يعني اللي بيتعمل في البيت عشان المواد الحافظة طبعا. هضيف 3 معالق كبار تقريبا يعني. بضيف معلقة كبيرة بقدونس مجفف. مش متاح بقدونس جاهز زي ده، تقدري تجففيه في الميكروويف، ما بياخدش ثواني. اي ورقيات شفناها في فيديو تنشيف الورقيات، هسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في الفيديو. ضفت بعد كده ملح، ضفت توم باودر وبصل باودر، من كل حاجة معلقة كويسة كده. فلفل اسود، والحقيقه انا بضيف دلوقتي فلفل اسود مجروش يعني خشن مش ناعم قوي بودر. ضفت كمان عصير ليمونتين كبار. الليمون اللي عندي اضل يعني ما بيديش الحموضه اللي انت متخيلاها زي الليمون البلدي، فعشان كده مكتره منه شويه. ضفت مع نص معلقه سماق. تقدري تستغنى عنها، هي اضافه اختياريه مش اساسيه في الوصفه معانا، لكن انا بحبها معاه. وهضيف طبعا معلقتين كبار زيت زيتون، دي اضافه مفيش عنها غنى ابدا في الوصفه بتاعتنا. وفي 90% من وصفات السلطات ان لم يكن 100%، لازم الزيت اساسي، ويا ريت يكون زيت زيتون. وهقلب الكلام ده كويس جدا جدا، اضربه ضربا مبرحا حتى يصل الى الدرجه الكريميه المطلوبه. ودي كمان تاني اضافه اختياريه، الكريمه اللباني تقدري تضيفي منها بس معلقتين. الحقيقه بتخلي الوصفه اللي معانا دي اما في الجمال، في الكريميه بتاعتها وفي التست العالي بتاعها. شايفين الدرجه اللي انا عاوزاها ازاي كريميه، ما يبقاش فيها اي تخليط خالص من الزبادي او من اي مكون من اللي في الدريسنج، يكون كلها كريمي كده وبالتقل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده الخضار اللي محتاجه له معايا مجهزاه دلوقتي. خس مقطع زي ما انتوا شايفين كده زي تقطيعه الجوليان، وجزر مبشور، خيار كريهات صغيره، ذره حلوه وفاصوليا حمراء، وعندي كمان بقدونس او نعناع اخضر او ريحان او كزبره خضراء. الاربع حاجات متاحين معاكي انك تقدري تضيفيهم في الوصفه بتاعتنا، مفهومش اي اختلاف يعني، على حسب ذوقك انت والمتاح عندك. بعد كده بدات اضيف مكوناتي على بعضها. اول حاجه الخس والجزر، الفاصوليا والذره، الخيار، النعناع الاخضر اللي احنا مقطعينه. وهقلب كل الخضار بتاعي تقليب كويس مع بعضه قبل ما احط له الدريسنج. بعدين جبت نص جزء اللي اشتلته من الدريسنج ده، ضربته في بعضه تاني كده، صحيته وضفته على وش الخليط بتاعي وقلبته كويس مع الخضار. الجزء التاني هفرشه كده على وش السلطه بتاعتي. السلطه اللي عندي دول طبقين، طبق منهم طالع بره مع الاوردر الحلو اللي احنا عاملينه مع بعض بالجيلي والكريمه، والطبق التاني هيفضل في المكان اللي احنا بنجمله ونكمل تجميله. ليه بقى؟ لان اللي طالع بره ما ينفعش احط عليه تشيتوس دلوقتي، لان باقي على الفطار حوالي ساعه ونص او ساعتين. فبالتالي لو حطيت التشيتوس بما انه زي الشيبسي كده هيطرى ومش هيبقى ظريف ابدا. فانا لو عندي اي سلطه خارجه او فته وعليها عيش او عليها شيبسي او شيتوس او حاجه من هذا القبيل، دايما بكون سايباها تتحط على الاخر خالص عشان تكون زي ما هي كريسبي وجميله. لذلك الطبق اللي عندي انا بزينه زي ما انتم شايفين كده بالسماق. يعني انا السماق زي ما قلت لكم اضافه اختياريه، لكن الحقيقه بتضيف معايا في الطبق ده طعامه غير طبيعيه. انا دقت السلطه دي من غير السماق ما كانتش بنفس الطعامه دي ابدا، وضيف لها اضافه حلوه جدا يعني، عشان بس الناس اللي هيشوفوها يقولوا مش اساسي الوصفه، لكن هي جربيها على الوصفه او على جزء بسيط منها هيعجبك ان شاء الله. حطيه على بقيه الطبق كله. الطبق ده زي ما انتم شايفين انا حطيت على وشه الدريسنج بتاعه بعد ما خلطت في الخضار جزء، وحطيت جزء على الوش. بعد كده حطيت جملته بس بالسماق،
وطبعا لانه مش هيتاكل دلوقتي هيروح لاصحابه، طبعا ما ينفعش احط عليه شيتوس بدري لانه هيطرى ومش هيبقى حلو. اتعمل يتاكل في البيت وقت الفطار ده. متقدم زي ما انتم شايفين، كامل من كل شيء موجود فيه. الطبق التاني هيروح لاصحابه مع شويه شيتوس، هم يقدموه هناك بمعرفتهم وقت الاكل على طول. طبعا الوصفة لذيذة جدا، مش هقول مكوناتها متوفرة في كل البيوت، لكن لو الشباب عايزين يعملوها هيجيبوا الوصفة وهيجيبوا مكوناتها، لأنه ما شاء الله بياكلوا بره بأسعار خرافية. كميات الحقيقة لا تسمن من جوع، وكمان مش واثقة من أي نظافة خالص. لكن انت لو وريتي الوصفة للولاد وقلت لهم أنا عايزة الخامات كذا وكذا، فهيجيبوها أكيد وتعملي لهم اللي هم عاوزينه في قلب البيت بنظافتك وبذوقك انتي. وان شاء الله تعجبكم الوصفة، تعجبكم القناة، تشرفوني بوجودكم معايا. اذا كنت استحق وجودكم المشرف في قناتنا المتواضعة بالاعجاب والاشتراك والتعليق. الفيديو اللي يعجبكم اتمنى تشيروه لاصحابكم. ده اذا عجبتكم القناة واشتركتم فيها وشرفتوني بوجودكم معايا. السلام عليكم، استودعتكم الله.